ليه الاجانب عيالهم اهدى من عيالنا، او تحسوا ان عيالهم متربيين اكتر من عيالنا؟ ده مش سؤالي، ده سؤال انا شفته في جروبات للامهات، ولقيت يعني بيتردد كتير وبيسالوا وبيناقشوا الموضوع، فانا طالعه اشاركك باجابتي يعني. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو ده، انا ده حشيش، لو مهتمه كملي الفيديو. طبعا مش محتاجه اقولك ان عامل كبير من الموضوع ده ان مفيش حد بيصور خيبته. يعني ايه؟ انت هتلاقي لهم اصلا في منهم بيصوروا خيبتهم عادي، يعني هتلاقي فاهم اللي هو فيديوهات، انت لو دورتي شويه ومتابعه بقى الريلز وكل البحث عندك حاجات ليها علاقه بالامهات والامومه والاطفال، هتلاقي اطفال عصبيين جدا في كل مكان وعاملين دوشه وعاملين كل حاجه. مش مشكله، مش عيالنا مش متربيين ولا حاجه، ممكن هم بيعرفوا يتعاملوا مع الامر. هو اهدى، ردود افعالهم اهدى منطقيه، بس هم بمنطقوا الموضوع ده طفل في الاول وفي الاخر يعني. ف فعلا ما فيش حد ما بيصور خيبته، فهو هتلاقي ان هو ممكن اللي بيجيلك اكتر او اللي انت مهتمه بيه اكتر اللي هو الاطفال الهاديين الكيوت مش عارفه ايه. ده ممكن اصلا حاجه تكون اللي هي خوارزميه البحث عنك يعني، لكن هو ده موجود وده موجود، الفيديوهات بتوع دول موجودين والفيديوهات بتوع دول موجودين. في مميزات، في مميزات، مش هنكذب ونقول في مميزات وفي مشكله واحنا نتغاضى عنها ونعمل كده مش شايفين. انا بس بقولك النقطة اللي المفروض تكوني عارفاها، الحلو والوحش موجودين في كل مكان. ممكن احنا او هم عندهم الموضوع اقل او اقل شوية، او عندهم عوامل تخلي الموضوع اقل شوية، ولكنه موجود ومفيش حاجة يعني. انت ممكن اصلا يكوني انت ام لاكتر من طفل، وكل طفل مختلف عن التاني، فالموضوع برضو في الاول وفي الاخر غير التربيه الاجتماعيه، غير اللي هي الحاجات التربيه، غير التدخل الاب والام، ان الموضوع بيختلف من طفل للتاني. يعني انت ممكن تبقي ام وتبقى ابنك الكبير غير ابنك الصغير او الوسطاني او العكس، يعني واحد ان هو هادي قوي ودي طبيعه طفل. والحاجات التانية بقى، العوامل التانية دي هنتكلم فيها بقى يعني. اول يعني حاجه او اول سبب قوي بالنسبه لنا ان الامهات اغلبهم عندنا مضغوطين، يعني مضغوطين طول الوقت، سواء ضغط نفسي او ضغط مادي. يعني الام عندنا ممكن تبقى مثلا بتعمل اكتر من مهمة او اكتر من حاجة. هناك هتلاقي ان هم مثلا لو جينا لحتة الماديات، آه، اجهزه بتسهل حاجات كتير. هنا تحس ان في فكره ان لو الست كل ما هتبقى مرتاحه او ان هي هتبقى عايزه مثلا عايزه اجيب غساله اطباق، لا لا ملاش، ده انتوا فردين هتجيبي غساله اطباق ليه؟ عايزه اجيب دراير، طب ما تنشري. في فكره ضيق تنفس كده بتيجي للناس اللي هي الامهات اللي هي عايزه ترتاح، او ان هي حتى لو هي عندها امكانيه ماديه اللي هو لا وتجيبي ليه؟ انا اعملي وسوي واعمل. ليه؟ ممكن تبقى بتشتغل وبتراعي طفل وبتراعي. هنرجع يعني هنتكلم في موضوع اللي هو امهاتنا اللي دلوقتي لو حد شاف الكلام هيقولك ما احنا كنا بنعمل، انتوا كان عندكم ظروف تانية، هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص لكل الامهات اللي زي دول، واحنا ربينا وانتوا ما ربيتوش وانتوا مش متربيين. هنرجع للمأساة دي بعدين. ولكن مثلا اللي هو الضغوط النفسيه، انت هنا مثلا حضرتك انت لو جوزك غسل لك المواعين هتكرميه فوق السفره، هنسقف له كلنا اللي هو يا جماعه انا جوزي غسل لي المواعين، في ايه؟ في إيه؟ ده هيقول سحراله. آه، اللبس ممكن بتاع الاطفال ارخص كتير، فبالتالي انت مش مضطره ان انت تغسلي كل شويه. في ديسبنسر مثلا، يعني ابسط مثلا حاجه مثلا بقالها كتير موجوده فاهم، بس هو ديسبنسر لتحضير الرضعه. فحضرتك انت مش محتاجه ان انت تقومي تحضري الرضعه وتغلي اللبن وتقفي وتبردي وفي عيل بيزن على دماغك. في دراير، فانت مش محتاجه فاهم، وانت يا دوب هتاخدي الهدوم من هنا تحطيها في الدراير. آه، الحاجات اللي بتعمل مثلا في مهام كتير قوي، على اغلبهم هناك متشاله من عليهم، لان الحاجات دي عندهم ارخص كتير. انا عارفه ان هو مش كل الناس عندها الرفاهيه انها تعمل كده، وما بقولكيش قومي اعملي كده وتبقي متغارمات عشان خاطر تعملي كده. انا بس ببين لك ان هو ايه، لا ما تظلميش نفسك يعني. هو في امكانيات كتير ماديه ونفسيه مش متاحه لكلنا، يعني مش متاحه لنا كلنا. يعني دي ظروفنا ان احنا دولة نامية مش عارفة ايه بلا 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 بلا. تمام. حتى الناس اللي عندها امكانيات هنا لما تيجي تبقى عايزه تعمل كده هتبص تلاقي الف حد اللي هو انا بعاني عاني زي انت انت عندك ربنا كرمك وتقدري ان انت تعملي، ليه هتجيبي ليه؟ انتوا فردين
هتعملي ليه انتوا نفر كده، اللي هو لا 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 ما تعملي زينا، في ايه انت مكسله تعملي كده، الحركه تمام الحركه بركه، بس انا اتحركها بمزاجي في حته تانية، اخد ابني مثلا وانزل امشيه. تاني حاجه اللي هو مثلا فكره ان ثقافة ان الطفل فاهم هو عنده طاقة، فبنروح لازم نخرجه كل يوم ينزل حتى يجيب معانا حاجات البيت، يبقى في مثلا جنينة قريبة يعني حول ما بين كل مثلا مجمع سكني او كده، ان الاطفال تخرج فيها تطلع طاقتها، بدل ما هم بيطلعوا طاقتهم على الامهات. ده هتلاقيه في ستايل حياة اغلبهم يعني، او انت لو عندك حد عايش بره هيقولك ان هو، او مش حد يعني، لو عندك اكتر من حد او الافلام او كده هتلاقي ان هو ده اللي بيقولوا لك، هو ده ستايل الحياه هناك اصلا. تمام. فالامهات هنا بتبقى طول الوقت ان هي مضغوطه يا جماعه، اللي هي صعب ان هي يبقى عندها الصبر ده. تاني حاجه ان احنا بناء على الضغط ده، الضغط بتاع الام اللي عندها اكتر من مهمه، والامهات اللي بتشتغل ربنا يعينها، مش كل الامهات عندها رفاهيه ان هي تسيب الشغل يعني. تمام. في ناس بتشتغل عشان هي فعلا محتاجه، واحنا لازم نحترم ده، ومش معناه مفيش ام مقصره، كل ام بتبقى عايزه تعمل كل حاجه لاولادها. ف فالعيل المكبوت ده اللي امه مش فاضياله طول الوقت، وهو بيصرخ طول الوقت عشان امه مش فاضياله، بيطلع ضغطه عليها وهي بتطلع ضغطها عليه. وانا فاهمه الناس اللي هتقول لو انتوا مش قد الخلفه بتخلفوا ليه، يعني هو مش حل عملي. يعني هو انا ما بقولكيش فاهم، انا بس بشرح لك يعني، بشاركك بشويه اسباب يعني. فكره برضو عندنا بناء على الضغط اللي الام مضغوطه طول الوقت، فكره ان هم بيركزوا دايما لو طفل بيصرخ او طفل بيعمل دوشه او طفل، هم بيركزوا دايما ان هم يحاولوا ان هو يدربوا الطفل مره واثنين وعشرة وثلاث آلاف على عبر عن مشاعرك بالكلام، او قولي انت عايز ايه. احنا هنا بنبقى مركزين مع فكرة ان انا عايزه اسكته، انا عايزه اسكته عشان انا مش متحمله الصوت ده، انا عايزه اسكته عشان ما يعملش دوشه، عشان انا محرجه، عشان الناس حواليا. هو حتى هناك ما فيش الضغط الاجتماعي ده، والناس فاهمه ان ده طفل، وقبل السن الثلاث سنين انت بتتعاملي مع مجنون، ففيش حد هيروح يعاقب مجنون. فاحنا هنا مهتمين ازاي نعاقبه ونخليه يبطل ده، بدل ما نفهم هو ايه اللي مضايقه. وانتي مع الوقت المفروض ان هو دي ليها طريقه وليها تربويين واخصائيين ان هم يتكلموا فيها احسن مني اكيد. فكره ان انتي بتتكلمي مع الطفل وبتحاولي ان انتي تطلعي مشاعره من غير صريخ، من غير مش عارفه، وتتحمل يعني تتعاملي صح مع نوبات الغضب دي. احنا هنا بنبقى مش مهتمين نتعامل مع مشاعر الطفل ولا مع نوبات الغضب، وللاسف يعني هو ده بيبقى، انا عارفه انه بيبقى خارج عن اراده امهات كتير. ف انا يعني مش بقولك ان انت عنفيه طبعا، ولا بديلك مبرر انت تعنفيه، انا بس بقولك بس اللي هو ايه يعني، المكيالين اهو. احنا بنبقى هنا يعني مهتمين اكتر ان احنا نعاقبه عشان ما يعملش كده تاني. طب مشاعر الطفل ده، طب وهو هيخرج بعد كده طاقته فين؟ هيخرج مشاعره فين؟ هيعبر عن نفسه فين؟ هيتواصل معايا ازاي؟ ف ده برضو من ضمن مثلا حاجات اللي هو زي سلسال كده، اللي هو جهل او ضغط اجتماعي. اللي هو انت مثلا ابنك بيصرخ او ابنك بيعمل او بتاع، انت هتبقي طول الوقت نظرات اللي حواليك، انت شايله هم اللي حواليك بيقولوا ايه او رايهم ايه، انت مش شايله هم ابنك هو بيمر بايه دلوقتي او. فدي مشكله من المشاكل يعني. فهو عشان الضغط الاجتماعي ده، ان هم طول الوقت الناس اللي حوالينا او الناس اللي بيبقوا توقعاتهم عاليه من الطفل، فبالتالي احنا بيتنقل لنا الاحساس ده، فتوقعاتنا بتبقى عاليه من الطفل. فالطفل اللي بيعمل دوشه او بيحرك او بيسوي بتاع، ده طفل مش مؤدب، مش عيل عادي، لا ده طفل مش مؤدب. والمفروض ان احنا ازاي دلوقتي نهتم ان احنا نأدبه، بدل ما نهتم ان هو نسيبه يستكشف. هو طبيعته ان هو يستكشف ويدور ويعمل. وهرجع تاني اللي هو للناس اللي تقولك طيب هو لما ما يروحش يستكشف عند الناس ما يبقاش مش عارفه فاهمه. انا عن نفسي انا في الموضوع ده، اي مكان بيبقى يعني غير بيت والدتي او كده، او هو مش محتضن فكره ان انا طفلي بيستكشف، مش الناس غريبه يعني، انا بتكلم عن بيت الجده او الجد، هم بالنسبه لهم اللي هو سبيل، دول اكتر ناس بتقولك ده عيل. بس انا عن نفسي ما بروحش بابني اي مكان. انا شايفه ان هو مش يعني مش من حق ان هو مثلا يعمل حاجه في البيت، او ان هو يبهدل لهم البيت او كده، لا انا ما بروحش بابني المكان ده. يعني
يعني فاهمه قصدي؟ اللي هو ده مش معناه، انا مش بقولك اللي هو لا سيبي ابنك وروحي واتبجحي وروحي عند ناس بوظي لهم بيوتهم عشان انتي ابنك بيستكشف. لا، ابسط حاجه انتي ام دلوقتي واعتذري عن الزياره دي او اعتذري عن المكان ده. ما تروحيش بابنك مكان انتي هتبقي مضطره فيه ان انتي تزعقي له او ان انتي تعنفيه او كده على طبيعته. فبالتالي ان هو في بيتك انتي بتهيئي له البيئه المناسبه. ورجعي للفيديو بتاع التربيه، انا بهيئ له البيئه المناسبه في بيته او في بيت والدتي او يعني جدات الولد. بالنسبه لهم هم، بالنسبه لهم ده على قلبهم زي العسل اصلا. لكن مش من حقنا برضو ان احنا نبوظ بيوت الناس التانية. تمام، هنرجع للنقطه دي بعدين، يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. بس المهم ان هو احنا بنبقى لما نبقى بره او بره البيت بنبقى يعني مهتمين ان احنا نظره الناس او توقعات الناس من ابننا، او ان كده هم شايفين الولد مش مؤدب وان احنا مش عارفين نربي. فبالتالي الضغط ده بينعكس على الطفل، فالطفل بيعند اكتر. غير كده ان هو حتى لما بتاخدي الطفل وتخرجيه بره، هو تحسي ان هم عندهم الدنيا بتبقى اهدى شويه. يعني في اماكن مزدحمه وكده، لكن احنا هنا الاغلب عندنا ازدحام، دوشه، اغاني، تكاتك معديه، ميكروباصات، ناس بتزنق على بعض، الناس نازله تتخانق، انتوا نازلين تتعاركوا مع بعض. الناس مش نازله ان هي حتى في البيوت يعني فرح مثلا في مكان سكني، دوشه رهيب طول الوقت، في دوشه. انت تخيلي كده طول الوقت في حد بيوش في دماغك. فانت ككبيره او حد مشغل اغاني بصوت عالي طول الوقت صاحبه، انا عارفه ان في ناس بتحب ده، بس انا عن نفسي مش بحب ده ومش متعوده عليه. لما بلاقي دوشه او حد بيكلمني في نفس الوقت وتلفزيون عالي وراديو عالي ومش عارفه طفل بيعيط هنا ومش عارفه مين انا مقدره الطفل اللي هو اللي بيعيط ده، خصوصا لما بقيت ام. ولكن بحس ان انا اعصابي بتتعب. لا، بيبقى جوايا صوت اللي هو كفايه كفايه. فتخيلي بقى الطفل ده جهازه العصبي ودماغه هو متحمل ايه، فهو طول الوقت يا عيني الطفل مجهد. هو مش فاهم ان هو كل المؤثرات وكل الحاجات اللي داخله دي تعبان. فهو تحس ان هو دماغه وجعته، صدع الولد. برضو من ضمن اهم الحاجات الروتين. انا عن نفسي كانسانه هو كبير، الروتين بالنسبه لي حاجه مهمه. ان انا ببقى حابه ان انا كل حاجه بتمشي، الاكل بنظام، النوم بنظام، شرب، الخروج، كل حاجه بنظام. انا عن نفسي شخص الروتين بيريحني، بحس ان الدنيا منظمه، الوقت مش دحلاب كده بيعدي مني ما عملتش حاجه، مش فاهمه ايه اللي بيحصل، مفيش انتاجيه او مفيش حتى اللي هو اليوم عدى ضربت لي اليوم عشان انت كل حاجه مضروبه ببعضها، كل حاجه ماشيه بعشوائيه. فهو فكره الروتين ان كل حاجه، هو الطفل كمان عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي. يعني دلوقتي احنا هناكل، بعد ما بناكل بنعمل كذا، بعد ما مش عارفه ايه هنلعب شويه، بعد كده هناخد اللبن بتاعي في الوقت الفلاني، بعد كده دلوقتي ده احنا هنخرج في الوقت ده، بعد كده انا دلوقتي خلاص طالما النور ده ولع. نرجعوا للفيديو بتاع روتين النوم. طالما ما النور ده ولع دلوقتي، يبقى ده احنا دلوقتي خلاص الاضاءه هدت، يبقى احنا هنبتدي دلوقتي دخلنا في روتين النوم، او احنا دلوقتي دخلنا في وقت النوم. فالطفل طول الوقت يبقى متوقع ايه اللي هيحصل، هو عارف ايه اللي هيحصل، فمش حاسس بقلق ولا اضطراب ولا ايه اللي هيحصل دلوقتي. هو اخد على الروتين. والطفل صدقوني عن تجربتي وتجربه كل الناس اللي حواليا، الروتين او ان الطفل يبقى فاهم ايه اللي هيحصل دلوقتي، بياخد كل الاشارات بتاعت الحاجه اللي هتحصل دلوقتي او احنا داخلين على ايه. دي حاجه بتقلل التوتر وبتهديه. هو الطفل بيحب الروتين اكتر مننا، بيبقى فاهم، بيبقى مرتاح، حتى لو هو بوظ، حتى لو هو مثلا انت حاسه ان هو بس هو دلوقتي هو فاهم ده وقت النوم، فاهم ان ده دلوقتي وقت الاكل، فاهم ان هو دلوقتي فاهم النظام. واهم حاجه ان هو فكره ان الطفل يستقل بنفسه شويه، يعني اللي هو ايه، يبقى او يعتمد على نفسه. يعني انا مش عارفه نسميها ايه، اللي هو من الطفل. فده بيقلل الضغط على الام وعلى الطفل نفسه، اللي هو انا مش هقعد اصرخ 1000 سنه عشان انا عايز الميه من هنا، او ان انا هقوم اجيب لنفسي ميه. انا عارف السناكس بتاعتي او الاكل بتاعي فين، هقوم اجيبه دلوقتي وهقعد اكل. او انا او ايا كان، انا مش مستني ماما تيجي تاكلني في الطبق فيه كذا صنف انا ما بحبهوش، او في كذا صنف انا مش عايز اكل دلوقتي، انا عايز اجرب. فهقعد اصرخ وماما بتاكلني عشان انا عايز التانية دي، مش عايز دي، او عايز دي قبل دي. هو قاعد، فاهمه قصدي؟ او هو تخيلي كده انت مثلا تبقي قدامك اكل وحد قاعد بياكلك، انا عايز اكل رز الاول انت مالك، او انا عايز اكل ايا كان الاول انت مالك. فهو مش هقعد بقى اصرخ واعترض وبتاع، هو انا قاعد باكل بنفسي. فكره ان هو الطفل فاهم ان هو يستقل بنفسه، دي ليها طريقه وليها ان انت فاهم تابعي حد فاهم اخصائي اكتر مني بكتير. انا مجرد بس بشاركك برايي، يعني ان الفكر ان الطفل يستقل بنفسه او ان هو يبقى بيعمل ده هيخفف عليك انت ضغط كتير كبير.
وعلى الطفل نفسه ان هو يقعد يصرخ 1000 سنه عشان هو محتاج، هو عارف مكان لعبه، عارف مكان حاجته، بيعرف يعمل ايه نفسه، بيعرف يشرب نفسه، بيعرف ياكل سناكس، يعرف مش عارف يعمل ايه. هو الطفل هو عارف يتعامل، وده بيبدا من سن صغير جدا. وشوفي يعني ابحثي انت في الموضوع ده، انا بس بديكي المفتاح يعني. وصلنا لنهاية الفيديو. المهم ان هو ملخص الفيديو، الموضوع تربية اجتماعية، الضغط الاجتماعي، الفرق الماديات، فرق البيئة، فرق حاجات كتير قوي تعاملنا، او ان هم عندهم فهم تربية اجتماعية. فكل الناس عارفة ان كل فترة دي من حياة كل طفل بنتعامل فيها ايه. لكن هنا حتى البيوت مختلفة في القواعد بتاعتها. التربية الام دي مختلفة عن الام دي. هو تحس ان هو هناك هو نظام واحد، كل الناس عارفاه، كل الناس قارياه. في حتى اللي هو مش عارفه اسمها ايه، مخيمات الامهات او كده، هتلاقيها ظاهره في ظاهره كده موجوده في المسلسلات كلها. انا مش عارفه بس الصراحه للامانه هي دي كل الناس بتعملها ولا لا، بس اعتقد ان هو دي حاجه متاحه. اللي هو لو انا مش عارفه اكون ام وما بعرفش اتعامل مع طفل، انا مش بجيب الطفل ونلبس انا وهو، لا. في ناس بنروح دورات، ناخد دورات ازاي يتعامل مع الطفل، ازاي يغير له، ازاي يتعامل مع ايه احتياجاته في الفتره دي. بنقرا نبحث بتاع. بس في امهات بتجرب، او اللي هي بتسمع مثلا فتيه من ده على فتيه من ده على راي ده على راي ده، وهي بتجرب في الطفل، والطفل يعني بيبقى كانه مضروب في الخلاط. وصلنا لنهايه الفيديو. انا يعني بس احب اكد عليكي ان انا مش بقولك انت مقصره، مش بقولك انت المفروض تعملي، انا بس كل حاجه بحاول اخفف عليكي الضغط، افهمك اللي هو ما تقارنيش ابنك بحد او ببلد تانية، او ان احنا نقول ليه ولادنا كذا ولادهم مش كده، عشان الامكانيات والظروف غير عندنا. مفيش ام مقصره، مفيش ام مش عايزه اولادها يكونوا احسن منها. مفيش، انا مش شايفه ان في حاجه اسمها ام وحشه يا جماعه، او ام مقصره، او ام او ان المفروض ان هي تعمل كده. كل ام بتبقى عايزه ابنها او بنتها احسن منها، فبتعمل كل اللي في ايديها يعني، او بتقدم له كل اللي في ايديها عشان ده يحصل. عموما وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا انك شاركتيني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. اتمنى ان انت لو عندك اي معلومه في الموضوع ده ان انت تضيفها لنا، لو في الكومنتات. لو انت معترضه على اي حاجه من اللي انا بقولها برضو ادخلي ناقشيني، عشان ده ممكن يفتح لمبه في دماغ حد تاني يشوف الفيديوهات، او يغير انا وجهه نظري، ويفيدنا عموما يعني. مع السلامه.